السلام عليكم. عارف ان الانسان الطبيعي بيحلم تقريبا ساعتين كل ليلة؟ يعني لو عمرك 30 سنة فانت قضيت حوالي 4 سنين من حياتك بتحلم. والاغرب اننا لحد النهاردة مش عارفين ليه بنحلم، وايه الفرق بين الحلم العادي والرؤية. هل الاحلام مجرد افكار عشوائية ولا ليها معنى ورسالة؟ اهلا بيك في قناة معلومة تحيرك. معاكم احمد فاروق، ويلا بينا نفكر سوا. من زمان جدا، من أيام الفراعنة ومرورا بالإغريق، وفي سنة 1899 العالم الشهير سيجموند فرويد كتب كتابه المشهور تفسير الأحلام، وقال فيه إن الأحلام هي بوابة اللاوعي، وإنها انعكاس لرغبات وأفكار جوانا مش بنعرف عنها وإحنا صاحيين. لكن بعد كده العلم الحديث دخل الصورة، وفي سنة 1953 العلماء ناسيونال كلايتمان ويوجين اكتشفوا مرحلة اسمها ريم سليب، أو مرحلة حركة العين السريعة. المرحلة دي تحديدا هي أكتر وقت بنحلم فيه، ومن يوم الاكتشاف ده والعلماء بيحاولوا يفهموا هل الأحلام دي مهمة ولا مجرد عرض جانبي للنوم. وفي نظريات تانية زي نظرية جيفري ألين من جامعة هارفارد، واللي بتقول إن الأحلام هي طريقة المخ لتنظيم المعلومات وترتيب الذكريات. في كمان نظرية طرحها العالم ألين هوبسون سنة 1977، بيقول فيها إن الأحلام ممكن تكون مجرد تفاعلات كيميائية في المخ ملهاش لازمة يعني. لكن في نظرية أحدث ظهرت في 2010 بتقول إن الأحلام ممكن تكون محاكاة واقعية للحياة، كأنك بتتدرب على مواقف صعبة وانت نايم، وده بيساعدك تكون مستعد أكتر وانت صاحي. أما بالنسبة لرأي الدين، فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يعني مش كل الأحلام زي بعض، في رؤية صادقة ممكن تكون رسالة أو تنبيه، وفي أحلام تانية ملهاش تفسير أو ممكن تكون من الشيطان عشان تزعجك. العلم بيقول إن الأحلام لسه غامضة، وكل يوم بنكتشف عنها حاجة جديدة. ومع إننا قطعنا شوط كبير من سنة 1953 لحد النهاردة، لسه السؤال موجود: ليه بنحلم؟ وليه مخنا بيفضل شغال حتى واحنا نايمين؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واكتب لي في الكومنتات ايه أغرب حلم شفته في حياتك. أنا أحمد فاروق، وده كان سؤال جديد من معلومات حيرة.